فرق كبير قوي ما بين شخص بيغير لأنه بيحب أو بيغير لأنه عايز يبقى مسيطر على الطرف الآخر. الأولى بتطمن، التانية بتخنق. نشوف كده السؤال النهاردة. بيحبني جدا وبيقولي دايما إن غيرته دليل على حبه، بس بقت غيرته خانقاني. بيسألني كل يوم كنت فين وعملتي ايه وكلمتي مين وكان شكلك ازاي ورد عليكي قالك ايه ومع مين اتكلمتي وامتى وفين وليه رديتي متأخر. بيشوف لبسي مع انه هو اللي بيكون شاريهولي. بيعلق على صحابي واحيانا بيزعل لو خرجت لوحدي. هو فعلا كده بيحبني ولا دي سيطرة؟ انا خلاص ما بقتش قادرة اتحمل وبيتي على وشك الانهيار. طبعا حبيبة قلبي أنا مقدرة جدا جدا شكواكي وإحساسك، ونبدأ كده نفرق بالراحة وبشويش بين مشاعر الحب وهي بتوصلنا لإيه ومشاعر الغيرة بتوصلنا لإيه. في غيرة صحية. يعني إيه غيرة صحية؟ يعني الغيرة اللي الشخص اللي قصادي سواء زوج أو زوجة بيبدأ يوصل بيها مشاعر الاهتمام والحب والتقدير للشخص اللي قصاده. أما لما المشاعر دي تبدأ تزيد عن حدها الطبيعي وتوصل لدرجة إني أحس إن أنا دايما في مراقبة وفي اتهام دائم إن أنا بعمل حاجة غلط، ويبقى في شك لدرجة إن أنا أفقد السيطرة على نفسي وأعيش في حالة توتر دائم وتهديد إن في خطر عليا وهو أصلا مش موجود، هي دي الغيرة اللي بهدف السيطرة. الراجل ده غالبا بيبقى جواه خوف عميق جدا من الفقد وإحساس بعدم الأمان، وممكن يكون اتعرض لجرح جامد جدا وهو صغير أثر عليه لدرجة إنه شايف نفسه مش كفاية. فبدل ما يديك الحب في صورة صحية وفي صورة معتدلة بيبدأ يسيطر عليكي خوفا من انك انتي تخرجي بره ايده وتشوفي راجل اكفأ واحسن منه. وفي نفس الوقت الثقة اللي بتدعم الحب مستحيل مستحيل تنمو وتزدهر في جو مليان مراقبة وشك. مستحيل. شوية بقى تركات كده بسيطة تساعدنا. أول حاجة لازم تختاري التوقيت المناسب في الكلام مع الشخص ده، لأن الشخص ده بيكون دائم الإحساس بالتهديد والخطر إنه ما يكونش كفاية في وجهة نظرك وتقدري تستغني عنه في أي وقت. فلما يكون في حالة التهديد دي اهدي خالص وابعدي خالص عن إطار الكلام معاه لحد ما يهدى، وابدأي فهميه ان انت مقدرة جدا احساس الغيرة دي وان انت مستوعبة ان ده حب واحساس بان هو مش شايف في الدنيا غيري او غيرك. وفي نفس الوقت وصلي له ان انا محتاجة مساحة امان تديني احساس بالهدوء والطمأنينة عشان نقدر نكمل. طبعا اهم حاجة ان انا ابدأ افسر للشخص اللي قصادي ده انا مدى انزعاجي من اثر السلوك اللي بيعمله عليا. يعني وطبعا بطريقة زي ما احنا اتفقنا في كل كلامي قبل كده، لغة التهديد بتتبنى او بتبدأ من كلمة انت. الشخص اللي قصادي بيحس انه في موقف انت عدائي، بتلقي عليه الاتهامات، بتلقي عليه التقصير، فبيبدأ رد فعله ما بيكونش زي ما انت عايزة. يعني بدل ما تقولي له انت بتخنقني ممكن نبدل الجملة دي بجملة انا بحس بالتوتر وعدم الامان طول ما انت بتحاول بكل الطرق تعرف كل حاجة عني. ده بيبعدني عنك مش بيقربني. انا ممكن اجي احكي لك على كل شيء حب لاني عارفة ان ده بيعزز مكانتي وبيشعرك بان انا مهتمة بيك وبتفاصيل حياتي اللي انت حابب تعرفها. فرق كبير قوي بين انت وانا محتاجة او بحس. طبعا بقى شيء مهم جدا، ما تبقاش الزوجة مثلا بتعمل تصرفات من تحت لتحت من غير ما الزوج يحس بيها وتقولي اصل ليه بيشك. يعني كوني صريحة جدا وكوني واضحة وكوني شفافة وكوني محترمة في تصرفاتك وفي ردود أفعالك مع الناس اللي حواليكي عشان ما تضطريش إنه يحطك في موضع شك وإنتي بعيدة خالص عن ده. لأن الثقة بتتبنى زي ما قلنا بالأمان، والأمان بيولد حب. فأنتي ما تعمليش أي تصرف يكون خارج عن القاعدة دي وترجعي بعد كده تشتكي. في نقطة مهمة جدا، اوعي تتنازلي عن استقلاليتك وخصوصيتك وإنتي بتحاولي توصلي له إن أنا مش محتاجة أبدا لغة المراقبة أو الاتهام أو الشك دي اللي بفسرها أنا أو بتوصل لي أنا إن هي عبارة عن حكم وسيطرة. وارفضي دايما مشاعر الحكم دي بس بطريقة لبقة ومتزنة وطريقة شيك كده تعبر عنك وعن أخلاقك وأدبك والبيئة اللي انت جاية منها. يعني
زي ما اتفقنا، بدل ما اقول له انت بتراقب فيا، انت بتشك فيا، انت بتتحكم فيا، دايما صيغتك تقولي انا بشعر بعدم الامان، انا بشعر بالانزعاج، انا بشعر بالتوتر، انا بحب رايك جدا جدا، وبحبك تشاركني مثلا لبسي، بحبك تشاركني قراراتي، بحب قوي قوي ان انت اعرض عليك المشكله واشوف رايك ايه، بس في النهايه دي حياتي والقرار ليا. طبعا مش عايزه اقول لكم ان الغيرة لو زادت عن حدها لدرجة ان هي توصل لعنف لفظي او جسدي في العلاقة، فده طبعا بدأنا نوصل لاضطراب سلوكي، وده لازم استشارة طبيب نفسي او اخصائي نفسي عشان يبدأ يدرس الحالة دي، ونقدر نوصل لبالانس في العلاقة، لان طبعا البيت اللي بنعمره يا جماعة صعب قوي قوي ان احنا نهده، فنبقى حريصين الزوج والزوجة على بناء بيت كله مودة ورحمة وحب وانسجام. طبعا نصيحتي الأخرانية ليكي والكل اللي بيسمعني، لو سمحتي لما بتزودي البهار شوية في الأكل، الأكلة بتبوظ زي الغيرة بالظبط، لو زادت عن حدها الحب بيموت، والبيت تقريبا بيبقى عبارة عن معركة ال 24 ساعة، فبلاش كده. الثقة المتبادلة ما بين الزوج والزوجة هي اللي بتعمر البيت، هي اللي بتخلي وقود الحب يفضل مشتعل على طول. وفي نهاية كلامي، الحب الحقيقي ما يعرفش خوف، الحب الحقيقي ما ينفعش تحت التهديد أو مع المراقبة أو في جو دائم من الشك وعدم الطمأنينة. ابنوا جو جميل عشان تستمتعوا بالحياة اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقكم بيها. باي باي.